السلام عليكم. أدمين أفكار تاج الحبس بربي. حبيت نشارك الفيديو في الحملة اللي عاملينها ضد الطالب. باو حاشا ما يستاهل فيهم. أنا الحكاية متاعي بدأت من أول وقت اللي تبعت حكاية حملة الثعالب في باج أفكار تاج الحبس. ما مانيش نقول شهادة يعني تثبت إنه الكلام اللي قاعد يقول فيه الأدمين صحيح. ما نجم تقول فيه شوية من صح. أنا من أول 2016 كنت نعيش في تونس. وكنت نخدم في المرمى عاديك. كنت بو سافا ما نقولش ما عنديش معناتها ولا محتاج، ولا كنت سافا مريقل أموري مريقلة تنجم تقول. كانت عندي علاقة مع بنت عمي تقريبا 4 سنين و7 شهور، واحنا مع بعضنا. وقت اللي نويت نخطبها وديجا عندي معناتها شنو عندي على شنو معمل معناتها، يعني موش كيف ما نقولوا ما عندي حتى شيء، ولا كيف ما نقولوا مشيت خطبت هكا. عندي داري قريب تحضر ديجا، خدمتها غاديك بنيتها بشوية بشوية. ما وقت اللي مشيت نخطب سمعوني برشا حاجات توجع، كلام يوجع القلب، اللي انا مرماجي واللي انا شنو عندي واللي نبعت عليك مستقبل ولادي و كاللغه البارده. فهمت؟ مش مشكلة. قعدت معناتها تقريبا شهرين معناتها تشوكيت من الحكاية، وحسيت اللي أنا ما نعرفش يعني. نحس اللي هما حطموا لي معنوياتي، نحس اللي هما معناتها الكلام اللي قالوه تعبني برشا برشا في مخي. حسيت روحي بالحق ما نسوى حتى شيء في الدنيا. حسيت روحي اللي أنا ما عندي حتى شيء. ما بون الحمد لله تبعت الحملة متاعتكم، حطيتها في مخي، قلت علاش لا، علاش ما نحاولش، علاش ما نخرجش، علاش كذا. قعدت تقريبا ما با 6 شهور قعدت نشاطي نتبع في هذه وهكي وهكي وهكي. الحمد لله يا ربي عرست من اول اكتوبر 2016. تو انا مش موجود في فرنسا الحمد لله، تريقلت اموري. حاب نقول حاجه واحده معناتها اللي انا تو حسب معناتها مع الحكايه اللي صارت لي تشوكيت مع نساء تونس. يعني حتى واذا طلقت المراه اللي عندي جامعة ناخذ تونسيه، نعيش عازب عمري الكل لما جامعة ناخذ تونسيه. خاطر اصلا نشوف فيهم هوني كاش يعيشوا التوانسه، نشوف فيهم كاش وقت اللي يجيبوا فيهم من البلاد شنو يعملوا هوني، وشنو عايشين. واكثريتهم زاد حتى البنات تلوج على الاوراق. فهمتني؟ وياسر حكايات نقولوا كان ربي يهدي وبرا. فهمت؟ والكلام هذا ما يخصش معناتها البنات الحلال. موجود في تونس، موجود مازال الخير في تونس. لكن الشيء اللي صاير والشيء اللي قاعد نشوفه فيه وبنات تونس بالنسبه لي انا معناتها ما يعنينيش وما يسواو حتى حكايه. فهمت؟ نحب نوجه ميساج للبنات معناتها اللي ما نعرفش، ما نحبش نقول كلام زايد معناتها اللي بلغه اخرى اللي ضاربينها في رواحهم، واللي انا وانا ما نعرفش شنو. صدقني خمم في روحك، انت ما تسوى شيء بالنسبه لنا احنا. نحكي معناتها احنا بلغه احنا كاولاد تونس كشباب تونس. صدقني ما تسوى حتى شيء. منعوته بكلمه واحده، معروفه انت بكلمه واحده. فهمت؟ يعني تضربوا في روحك ما تضربوش، ترقد مع الليبي، ترقد مع الجزيري، يعمل اللي تحب. انت في النهايه انت كيما البوبيل. فهمت؟ ولا واحد باش يدور بيك، ولا واحد باش يحترمك، ولا واحد باش يعمل معك حتى حكايه. فهمت؟ حتى اللي باش يقول لك نعمل ونعمل فما حتى شيء. يعني انت في المجتمع التونسي ما تسوى حتى شيء. فهمت؟ وابقى اسمع في كلام امك وابقى اسمع في كلام بوك وخالاتك وما نعرفش شنو، وابقى تشرط على الرجال غاديكا. وعلى فكره صدقني رجال تونس معروفين. اسمع في كلام بوك وخالاتك وما نعرفش شنو، وابقى تشرط على الرجال غاديكا. وعلى فكره صدقني رجال تونس معروفين، شباب تونس معروفين. صحيح مش لاقيين خبزتهم غاديكا لكن معروفين. هوني مثلا في فرنسا معروفين شباب تونس. فهمت؟ يعني جيت تقول انا راني تونسي. فهمت؟ يكفي انك تقول انا راني تونسي، مش كما يحكيوا علينا في فيسبوك ارهاب وما نعرفش شنو. مش صحيح هكا كله. فهمت؟ والحمد لله عايشين ولاباس. وننصح شباب تونس الكل يحاول يحاول. ما فماش حاجه مستحيله، ما فماش حاجه مستحيله. تنجم تجي، تنجم تعمل كل ليله سويعه. فهمت؟ على النت. وتنجم تجي وما تشوفش كان فرنسا، شوف الاوروب كلها. فهمت؟ وتنجم تحفظ اللغه وتنجم تعمل كل شيء. ما فماش حاجه مستحيله. وسايب عليك من بناتنا، سايب عليك من التافهين. فهمت؟ سايب عليك ما نعرفش شنو من هكا. قريب نغلط خاطر جيش نحكي عليهم، جيش نتفكر معناتها شنو التوانسه وشنو كذا نفد انا. فهمت؟ وان شاء الله ربي يوجه شبابنا خير. شباب تونس يستاهل كل خير. ان شاء الله ربي يوجههم خير، وان شاء الله ربي يعطيكم الايامات الطيبه ان شاء الله يا رب. السلام عليكم.